تعالوا ناكل فراخ مقرمشه النهارده، بس هعملها بالوراك زي ما انتوا شايفين. سامعين؟ قطع حته مستويه من جوه جميله. ندوقها. بسم الله. خطيره. يلا بينا على الطريقه. عندي كيلو من الوراك المخليه، دقيتها شويه بالشاكوش عشان تبقى لينه معايا، وعندي ميه في البوله دي، وعندي مجموعه من البهارات، عندي توم مدقوق، وعندي برقه الفراخ الفوريه، وملح وبابريكا وشطه وزنجبيل وكركم وشويه حبهان. تمام. وعندي هنا ليمون، وعندي خل 3-4 معالق خل. حطي البهارات اللي انت عايزاها والتوابل اللي انت عايزاها. ادوب بقى التوابل كلها في الميه، وانزل بالفراخ على المارينيتد ده، واسيبها منقوعه. ويستحسن ان اسيبها من بالليل لحد ما اشتغل فيها. الدقيق اللي هشتغل فيه عباره عن نص كيلو من الدقيق، وعليه معلقه من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ونفس التوابل اللي انا حطيتها على المارينيتد. قلت اعمل شويه بطاطس جنب الفراخ، قطعتهم صوابع بس سميكه شويه، وهديهم سلقه نص سلقه، وبعد كده احمرهم واقدمهم على الفراخ. بالنسبه بقى للفراخ، رفعتها من المارينيت وحطيتها في الدقيق، وبدرتها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين، لازم تبدروها كويس، تاكدوا ان كل قطعه اتغلفت كويس جدا بالدقيق. بعد كده احنا ممكن نكتفي بالخطوه دي ونحمر على طول، لكن انا هعيد القاره من جديد. ان انا هرفع القطع في مصفى، وبعد كده هنزل بيهم في المارينيتد، ومن المارينيتد احطهم في الدقيق تاني. خلاص زي ما انتوا شايفين. واتاكد برضو ان هي المره دي برضو اتغلفت جامد، او كل قطعه اتغلفت تماما بالدقيق. ابتدي بقى ارفعهم خالص من الدقيق، وابتدي احمر فيهم. وطبعا انا حاطه الزيت يسخن على البوتاجاز. تمام. خلاص كده اهو، حطيت الاول قطعه، حطيتها في الصينيه، واعملها واحمرها على نار هاديه. مش هرفع النار عشان ما تحرقش مني الفراخ. اول قطعه طلعت مقرمشه وكانت ريحتها جميله. قدمت الفراخ مع مجموعه من الصوصات، باربيكيو ومايونيز وكاتشب والبطاطس والكايزر. جربوها.